الله يقول لمثل هذا فليعمل العاملون، في مثل هذا فليتنافس المتنافسون، سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة. مني أذن المؤذن إخواني الأعزاء، لا تنشغل بغير ذكر الله. تدري أكو عندنا يسموها فضيلة الصلاة وأكو فريضة الصلاة، هاي شوية أريد تنتبه إلها إخواني. أكو فضيلة الصلاة وأكو ماذا؟ فريضة الصلاة. فضيلة الصلاة، الفضيلة من وقت الأذان إلى تقريبا نصف ساعة عند بعض الفقهاء، تلاحظوا ولا؟ تقريبا من الآذان إلى ماذا؟ إلى نصف ساعة. هذا الوقت هذا كله يسمونه فضيلة الصلاة. ما بعده يسمى شنو؟ فريضة الصلاة. شنو الفرق؟ الفرق أنه اللي يصلي بوقت الفضيلة مو بالفريضة، اللي يصلي بوقت الفضيلة لو اجتمعت الجن والإنس والملائكة وجميع ما خلق الله على أن يحصوا أجر هذه الصلاة التي صلاها في وقتها ما استطاعوا إحصاء أجرها إلا الله ومحمد وآل محمد. فأن نصلي في وقت فضيلتها خير من أن نصلي في وقت ماذا؟ فريضتها. لعل بعض الناس يأخرها حتى قضاء، وهاي مشكلة كبيرة في واقع الأمر. زين ولا؟ الإمام الصادق سلام الله تعالى عليه يقول: امتحنوا شيعتنا في أوقات الصلاة. بعبارة أخرى، إذا تريد تعرف فلان من شيعتنا يولا، شوفه بوقت صلاته مهتم لو ما مهتم به. حتى الإفطار عند فقهائنا يستحب تأخير الإفطار إلى ما بعد صلاة العشاء. تلاحظوا، ممكن أنه أنت أول ما يؤذن المؤذن تفطر بشيء من التمر وكذا، ترجع تصلي، بعدين النوم ماذا؟ تعود إلى إفطارك. زين ولا؟ أما أنت إذا تفطر إفطار متكامل، واقع الحال راح تشعر بنوع من التعب، مو هيك ولا؟ توك أنت كنت تقريبا مثلا 16 ساعة أنت مفارق الطعام، معدتك تلاحظ ولا كانت ساكنة، اجيت أنت حركتها بشدة، قمت تجيب وتذب عليها. لأن أكو بعض الناس ترى إذا هو صايم تلاحظ ولا، حتى المعدة بصراحة يعني بصراحة تتفاجأ يوم اللي يفطر، يقول صدق احنا بشهر رمضاني ولا، يقوم يجيب ويعبي، يجيب منا ويخلي هنا، وبالنتيجة أصابته التخمة حتى الصلاة ما يقدر يقوم يصلي. صحيح ولا؟ وورا هاي يسير للديوان ورجع للبيت، حضروا له البقلاوة وحضروا له ما أدري شنو، لهناك النوب حضروا له على سبيل المثال التعلولة، النوب يجي يسحر. يعني إذا كان بغير شهر رمضان هو ياكل 3 وجبات، يجوز بشهر رمضان يخلص الليل كله ياكل 5 وجبات 6 وجبات. شنو المشكلة؟ والله صايم بالنهار. صحيح ولا؟ وهي ترى هو شهر رمضان إنما يعني وضع هم تنمية صحية وتنمية ماذا؟ نفسية في واقع الأمر. النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وآله يقول: صوموا تصحوا، يعني من الصحة، وبعض علماءنا يقرأها صوموا تصحوا من الصحوة. تلاحظ؟ على كل حال ما نريد نروح بعيد، نرجع للآية الكريمة: والسابقون السابقون أولئك المقربون. فيقول السيد الطباطبائي رحمه الله: السابقون في الدنيا للعمل الصالح سابقون في الآخرة لدخول الجنة. هاي إذا كان السابقون الثانية شنو؟ خبر. لكن إذا كانت السابقون الثانية توكيد، والسابقون السابقون، شلون مثلا وجاء ربك والملك صفا صفا، صفا الأولى حال، صفا الثانية توكيد كما يعبر اللغويون. تلاحظوا ولا؟
فيقول إذا كانت شلون مثلا على سبيل المثال جاء محمد مثلا حتى تكون أوضح، جاء محمد فاعل، محمد الثانية توكيد بأن الذي جاء ياهو هو محمد نفسه. فإذا قال والسابقون السابقون يعني السابقون الثانية توكيد، جاء هنا الرأي للسيد الطباطبائي رحمه الله في الميزان قال وهذا ليس إلا أنهم فئة جماعة، تلاحظ ولا يوم القيامة جماعة معينة، هؤلاء الجماعة ليس إلا علي بن أبي طالب وشيعته. وهنا يقولون يجي مثلا الإمام أمير المؤمنين عليه السلام يسأل رسول الله صلى الله عليه وآله، يقول له يا رسول الله من هم السابقون يوم القيامة؟ في قوله تعالى والسابقون السابقون أولئك المقربون. يلتفت لرسول الله صلى الله عليه وآله يقول له يا علي هم أنت الله، هم أنت وشيعتك على منابر من نور يوم القيامة. تلاحظ ولا؟ احنا نسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتنا على ولاية أمير المؤمنين، وأن نكون حقا من شيعة أمير المؤمنين، لأن هم الشيعة أوصاف ترى الشيعة أن يتصفوا بما أراد علي سلام الله عليه. شنو كان يصنع علي؟ احنا الآن من أسألك سؤال، أي شخص اليوم يجي يسألك سؤال يقول لك أنت شيعي، شنو جوابك؟ بكل فخر واعتزاز تقول نعم أنا شيعي، ولعله مستعد أن تموت على أساس هذه الكلمة، ما تتبرأ. مو الإمام أمير المؤمنين قال إذا أمروكم للبراء، إذا أرغموكم على البراءة منا أهل البيت فلا تتبرؤوا منا، فإنه من تبرأ منا تبرأ الله منه يوم القيامة. هاي عقيدتك بعد سلام الله تعالى على أبي الحسن. فإذا من أسألك سؤال أقول لك أنت شيعي، أكيد إيش راح تجاوب؟ شيعي وبكل فخر واعتزاز. شنو يعني شيعي؟ يعني مشايع. شنو مشايع؟ يعني متابع. المن متابع؟ ليش احنا نقول شيعوا فلان إذا مات؟ شنو معناها؟ يعني تابعوا شنو؟ جنازته. فإحنا الشيعة لعلي بن أبي طالب من المشايعة، من المشايعة يعني المتابعة، يعني إحنا تبع لعلي بن أبي طالب عليه السلام، تابعين علي عليه السلام، تابعين بمن؟ بالولاء فقط، لو بالعمل الصالح. هو الولاء شنو معناه؟ معناه أواليه، أطيعه بما ماذا؟ بالذي أراده الله، لأن الله أمرني. إيش قال الله جل شأنه؟ قال بسم الله الرحمن الرحيم وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. يعني مو تطيع بس الله، لا أطيع الله ورسوله وماذا؟ وأولي الأمر. زين، ليش هؤلاء الثلاثة؟ لأن طاعتهم كلهم وحدة، طريقهم واحد، طريق أولي الأمر إلى رسول الله، طريق رسول الله إلى الله، طريق واحد، ماكو اختلاف بين. تلاحظوا ولا هاي الأطراف الثلاثة؟ جيد. هسه أطيعوا الله واضحة، أطيعوا الرسول واضحة، أولي الأمر ياهم قال إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. دوروا قلب التاريخ ما تلقى غير علي بن أبي طالب مقيم للصلاة وركع وتصدق بخاتمه لذكره الشرف والصلوات.
في آية أخرى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. يجي المفسرون يقولون حبل الله ولاية علي بن أبي طالب لذكره الشرف والصلوات. فإذا إحنا واجب أن نطيع رسول الله بعد أن نطيع الله ونطيع علي سلام الله عليه، نتبع علي عليه السلام، نوالي علي عليه السلام. علي ماذا يصنع؟ بالك وياي شنو كان يصنع أمير المؤمنين لذكره الشرف والصلوات بأعلى الأصوات؟ كان علي يقيم الليل، يتهجد ليلا ويبكي بين يدي الله. كان علي مقيم الصلاة في وقتها. كان علي يطرق أبواب اليتامى والفقراء والمساكين ويضع اللقمة في فم اليتيم ويقول له اجعل علي بن أبي طالب في حل منك يا ولدي. كان علي عليه السلام يقول لا أبات شبعان وفي البرايا ماذا بطون جوعا. كان علي متواضع، بالك وياي ولا؟ كان علي مخلص، كان علي روحي له الفدا يعفو، كان علي يقرأ القرآن، كان علي يتفقد أمته، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. كان علي يصل رحمه إلى آخره. الحديث في أمير المؤمنين واقعا يجعلنا نخوض من هنا وهناك. علي كل خير هو علي، علي كل شيء أراده الله حسنا هو علي بن أبي طالب. التقوى علي، الإخلاص علي، القرآن علي، النور علي، الصدق علي، التفاني علي، السخاء علي، الوفاء علي، كل شيء علي، فلذكره الشرف والصلوات. إذن هل لدينا تقوى كما كانت عند أمير المؤمنين؟ هل لدينا صلة أرحام كما كانت عند أمير المؤمنين؟ هل لدينا شعور بالمسؤولية على فقراء مدينتنا ومنطقتنا وغير ذلك كما كانت عند أمير المؤمنين؟ هل حالما تريد أن تضع نفسك بين يدي أبي الحسن في واقع الأمر يعجز اللسان أيها الأحبة. تلاحظ ولا؟ أمير المؤمنين روحي له الفداء الذي كان يقول لم أنم ليلا ولا نهارا إلا قليلا ينام علي سلام الله عليه. كأن هذه الآية التي أنزلت على رسول الله يقول قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. بعض علماءنا يقول الآية خصت رسول الله بما أن علي نفس رسول الله، فالآية تخص أيضا ماذا؟ عليا عليه أفضل الصلاة والسلام. مولاي لم لم تنم إلا قليلا يا أبا الحسن؟ قال إن نمت في الليل ضيعت نفسي وإن نمت في النهار ضيعت الرعية.